مجموعة من العمال لقوا صندوق بني كبير، وهنا بدأوا يقسموا الغنيمة وفكروا إن هو صندوق كنز. والمصيبة اللي حصلت أو المفاجأة اللي حصلت بعد ما فتحوا الصندوق عشان يكتشفوا إن ده، كملوا الحكاية معايا. ما تنسوش إن انتوا بس الأول تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. بتبدأ الحكاية بإن مجموعة من العمال كانت بتشتغل في موقع كان لفيلا. الفيلا دي اتهدت أو هدوها علشان خاطر صاحب الفيلا كان هيبدأ في إنشاء فندق أو مبنى تاني بدل الفيلا اللي اتهدت. أثناء عملية الحفر وهما بيحفروا وجدوا مجموعة من العمال صندوق بني صدف كبير، واضح إن هو كان من عمر قديم شوية. وبدأوا هنا يقرروا إن هو كنز، وبدأوا إن هم بينهم وبين نفسهم يحلموا ويقسموا وكل واحد هياخد إيه عشان يفتحوا الصندوق ويلاقوا في اللحظة دي إن جوه الصندوق هيكل عظمي لجثة شكلها مر عليها عشرات السنين. طبعا مجموعة من الناس هربت، واللي طبعا قعد يعلي صوته ويزعق، وطبعا جزء راح بلغ الشرطة عشان تيجي الشرطة وتعاين الموقع الجريمة أو موقع الصندوق، وجابوا معاهم فريق طبعا من البحث الجنائي وخدوا الصندوق وودوه على الطبيب الشرعي عشان يتضح إن الصندوق ده معمول من أكتر من 100 سنة، لكن الجثة اللي جواه عدى عليها أكتر من 40 سنة أو أكتر من 30 سنة. وكانت جثة لشاب مطعون 3 طعنات. هنا طبعا تبدأ أصابع الاتهام تروح لصاحب الفيلا أو صاحب الموقع اللي تم هد الفيلا عشان يتبني مكانه الفندق أو المبنى الجديد، وفعلا تم القبض عليه وجابوه علشان خاطر ياخدوا أقواله ويعملوا التحريات اللازمة لحد لما طبعا استجوبوه. وهنا طبعا هو أقر إن الفيلا أصلا مش بتاعته، دي بتاعت زوجته ورثاها عن أبوها الله يرحمه من كتير من السنين. طبعا هنا اضطروا ان هم يستدعوا الزوجة علشان ياخدوا أقوالها، لأن هنا لقوا ان ممكن يبقى حل اللغز عندها. جابوا الزوجة طبعا وبدأوا معاها التحقيق. أول ما طبعا عرفت إيه المشكلة وهي انهارت على طول وقالت أنا كنت مستنية اليوم ده بقالي سنين كتير قوي، بنام وبحلم بيه. وبدأت تحكي اللي حصل، لكن قبل ما تحكي طبعا قالت أنا عارفة مين اللي جوه الصندوق وعارفة كمان مين اللي عمل الجريمة دي. وتعالوا اسمعوا الحكاية اللي حاجتها الزوجة. بدأت تقول إن أنا كنت عايشة زمان مع ماما وبابا. بابا كان رجل أعمال كبير قوي أو رجل ثري جدا في الفترة دي، وكان ليها ابن عمها ده برضو كان برضو عيلته كبيرة وعندهم فلوس كتير قوي، ولكن كان هو من النوع الفاسق أو اللي هو النوع المستهتر لدرجة إن هو فقد كل ثروته بسبب لعب القمار. وطبعا كانت سمعته مش حلوة خالص بالنسبة للعيلة. لكن طبعا بعد ما فقد ثروته فكر هنا ابن العم ان هو ما قدموش فرصة عشان يعيد نفسه من جديد ويعيد ثروته، ان هو يتجوز بنت عمه، وراح تقدم لوالدها اللي هو عمه. لكن طبعا والدها كان فاهم الحكاية وفاهم ان هو كان كل عينه او مطمعه على ثروة ابوها. هنا طبعا ابوها رفض الجواز ومرضاش ان هو يديله بنته. طبعا هنا قادت النار جوه الشاب ده اللي هو ابن عمي، وطبعا كان مستحيل ان هو يضيع الحلم ده من ايده والفرصة الوحيدة من ايده. وهنا قرر الانتقام او ان هو يجبر الاب على ان هو يوافق عليه ويجوزه له. طبعا كان بابا كان عامل في يوم حفلة كبيرة قوي كان فيها كبارات البلد ومستثمرين، كانت حفلة كبيرة جدا. وأثناء الحفلة دي وأنا كنت معدية لقيت اللي بيحط منديل على بقي وسحبني لمكان، وطبعا أنا غبت عن الوعي. لما
فقت ورجع لي الوعي، لقيت نفسي إن أنا هدومي متقطعة وتم الاعتداء عليا من قبل ابن عمي. طبعا أنا ساعتها انهارت فيه بأبشع الكلام وكنت منهارة. قال لي ما تزعليش مني، كان لازم أعمل كده علشان باباكي يوافق على جوازنا، واوعي تقلقي من حاجة، أنا ولا هفضحك ولا هعمل أي حاجة، لكن عشان باباكي يضطر إن هو يوافق على الجواز ده. جريت أنا طبعا ساعتها وطلعت على أوضتي، وكانت شافتني ساعتها ماما الله يرحمها، وشافتني وانا هدومي باين عليها ان هي متقطعه وكان فيها طبعا من قطرات الدماء. حكت لها اللي حصل، وطبعا ماما ساعتها قالت لي اوعي تتكلمي في الموضوع ده خالص ولا تحكي لاي حد، واقفلي الموضوع ده نهائي ونسيه. طبعا انا هنا فكرت ان ماما كل اللي همها طبعا منظرها قدام العيله او منظر العيله عشان ما تبقاش سيرتهم وحشه ولا يتقال حاجه في الموضوع ده. ده كان تفكيري، لكن ماما كان تفكيرها حاجه تانية خالص، وكانت تفكر بطريقه حكيمه بحيث ان الموضوع ما يتعرفش وفي نفس الوقت يتم الانتقام بالطريقه اللي هي عايزاها. وراحت والدتي علشان خاطر تتكلم مع ابن عمي، وانا فضلت مراقبه الموقف من بعيد. طبعا فضلت اتكلمت معاه وكان واضح جدا ان هما كانوا في خناق او اشتد بينهم الخناق. ولما اشتد بينهم الخناق قوي لقيت في اللحظة دي ماما كانت جايبة معاها سكينة، ولقيتها طعنته 3 طعنات واديتهم له في منطقة الصدر لحد لما وقع قتيل في نفس اللحظة. وطبعا هي طبعا اللي سحبته ودفنته وحطته في الصندوق الكبير ده، والصندوق ده كانت ورثاه عن أبوها الله يرحمه، عشان كده الصندوق ده كان يعني باين عليه إن هو من عمر طويل قوي. وطبعا بعد ما حكينا الحكاية لضباط الشرطة كانت مقنعة جدا، كلام الزوجة مقنع، وفعلا ان بما ان الموضوع مر عليه اكتر من 30 سنة، هنا طبعا اللي عمل الجريمة سواء اب ولا ام ولا مين اللي عمل الجريمة سقط عنه طبعا الحكم او القضية تعتبر سقطت بمين اللي فعلها. وهنا طبعا تدخلت روح القانون، وان طبعا الزوجة طلبت من الشرطة او من اللي كان بيحقق معاها ان زوجها ما يعرفش موضوع الاعتداء عليها، هو كان فاهم ان هي كانت متزوجة ومطلقة. فطبعا تدخلت روح القانون، وبما ان الجريمة مر عليها سنوات وسنوات والموضوع انتهى ومفيش حد هيتحاكم، وكمان لما عرفوا السبب ان كانت هي تعتبر قضية شرف سبب القتل، وان هنا سكوت البنت كان تسترا على سمعتها، او اللي هي الزوجة كان سكوتها تسترا على سمعتها، تدخلت فعلا روح القانون وما حكوش لجوزها حاجة، وقفلوا القضية على كده بكل أركانها وكل حاجة، وخلاص خلص الموضوع على كده واتقفلت القضية تماما. وطبعا ده خلينا برضو ان احنا نتأكد ان اي جريمة مصيرها تتكشف ولو بعد حين، وان دايما برضو الجزاء من جنس العمل، ما يبقاش واحد مش كويس ويعمل حاجة مش كويسة وينتظر حاجة أخف من كده. ربنا يمهل ولا يهمل، ولازم زي ما اتعمل فيه ربنا هيوقف له اللي يعمل فيه ويرد له اللي اتعمل، وبرضه لو بعد حين. وربنا يحفظنا ويحفظ أولادكم يا رب من كل شر. واوعى أي حد يفتكر إن أي حاجة هو ممكن يعملها إن هو هيعدي منها بسلام، لو عدى من الدنيا عمره ما هيعدي من الآخرة طبعا، وكله لازم بيترد، وكل مظلوم بيترد له حقه. استنوني طبعا كل يوم في حكاية جديدة ومشكلة جديدة من حكايات من القلب. ولو أول مرة تشوفوني النهاردة ما تنسوش تعملوا متابعة واشتراك للقناة. مي علي.